عارف الريان؟ لا، مش الواد اللي في الفيوم. أنا أقصد أحمد الريان، الأب الروحي لشركات توظيف الأموال اللي قدم قصة حياته خالد صالح في مسلسل الريان في رمضان سنة 2011. ولكن أحمد الريان اعترض بعد عرض المسلسل وقال إنه شوه صورته في الرأي العام، لأن الشركة المنتجة ما التزمتش بالعقد الموقع بينهم، وأدخلت على السيناريو مشاهد ووقائع خيالية ملهاش أساس. تعال بقى احنا نعرف القصة الحقيقية في حلقتنا النهاردة عن الريان. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. أحمد الريان، الراجل المعجزة اللي اتحكم في اقتصاد البلد حرفياً خلال حقبة التمانينيات، لعب بمليارات الجنيهات لعب كده، وتخيل إن الأيام دارت بيه وملقاش 700,000 جنيه تمن لحريته. قعد في سجن اللومنتورا الرهيب لمدة 23 سنة بعد ما سقطت إمبراطوريته المالية اللي أنشأها بالفهلوة خلال فترة سعار رأس مالي. أيوة، أصل حقبة التمانينات في مصر اتسم بمظاهر اقتصادية مرعبة. خد عندك انخفاض أسعار الفايدة وارتفاع أسعار الذهب وركود في سوق العقارات وخوف المودعين على شقة العمر وتمن الشحططة في بلاد الخليج وتجميع الفلوس من الخدمة فيها، مستحملين ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة في سبيل السعي ورا لقمة العيش المغمسة بالبترول. وكانت مصر بتعاني من ولادة اقتصادية متعثرة ومستوى دخل بيقل كل شوية مع غلاء المعيشة مرعب جدا، وكل واحد معاه قرشين مخبيهم تحت البلاطة لوقت العوزة. وبقى الشغل الشاغل لكل أصحاب رؤوس الأموال هو المكسب وبس. الظروف الاقتصادية دي ساعدت توفير المناخ المناسب لظهور شركات توظيف الأموال اللي جذبت العديد من الناس للاستثمار فيها زي الصاعق لما بيجذب الحشرات، وفعلا كانت نهايتهم كلهم الصاعق. الشركات دي كلها ارتبطت بظهور ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي اللي كان شائع عنه إنه بيستثمر الفلوس وفق الشريعة. ومن أهم الشركات اللي كانت السوق ده كانت شركة أحمد الريان. اسمه أحمد توفيق عبد الفتاح الجبري، وشهرته أحمد الريان. اتولد في 25 إبريل سنة 1956 ضمن أسرة من أب وأم و6 من الأبناء وبنت واحدة. كان الوضع المادي للأسرة منهار والدخل شبه معدوم، وعلى طول خرج الطفل أحمد للشارع علشان يستكشف الحياة بدري. ولك أن تتخيل إن طفل صغير في ابتدائي يعمل مشروع خاص بيه علشان يصرف على نفسه. وبدأ مع واحد زميله كان موهوب في الرسم وبيتقن الخط العربي في صنع ميداليات خشب، وكان بيلف بيبيعها للمحلات. ولما بقى عنده 11 سنة حصلت نكسة يونيو سنة 67، ومع غارات طيران العدو على الأحياء السكنية واستهداف كل المنشآت اللي بيطلع منها نور، بدأت الناس تدهن الإزاز باللون الأزرق علشان يمنع تسريب الإضاءة بره. وهنا لقى أحمد شغلانة جديدة، فكان بيدهن فوانيس العربيات والشبابيك مقابل 10 قروش اللي كان ليها قدر كبير وقتها. وفي المرحلة الإعدادية تاجر الريان في كتابة المذكرات الدراسية وطباعتها. ومع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد نصر أكتوبر سنة 73 ظهرت مشروعات استهلاكية كتير زي محلات السوبر ماركت مثلا. وهنا بدأ الريان يتاجر في المواد الغذائية، فكان هو من أكبر موردين بيض المائدة للسوبر ماركت. ورغم كل شغله ده كان مهتم بدراسته ونجح في الثانوية ودخل كلية الطب البيطري، وبعدها قعد سنين شغال في الاستثمار العقاري وبيع وتجارة الأراضي. وكان ليه طرق جهنمية في البيع والشراء والإيجار. كان يدوب شاب صغير عنده بتاع 25 سنة مثلا قبل تأسيس شركة الريان ب3 سنين. كان بقى بيشتغل في المبادلات المالية التجارية العالمية، وسيط بعمولة يعني، وبقى زبون في المضاربة في البورصة. ومن هنا بدأ يكون ليه قرشين معتبرين. خلال الفترة دي من بداية الثمانينات كانت أزمة تحريم المعاملات البنكية وصلت لذروتها. واللي لازم تعرفه إن الشيخ محمد أبو زهرة عالم الدين الكبير بدأها سنة 70 تقريبا، لما دخل في خلاف مع علماء المسلمين وصل لحد المعاركة الفكرية الكبيرة. وقتها أفتى بأن الربا هو زيادة الدين في نظير الأجل، وإن فايدة المصارف أو البنوك يعني تعتبر ربا بالنص القرآني وهو حرام ولا شك فيه، وإن تحريم الربا ده يشمل الاستثماري والاستهلاكي. وده اختلف فيه مع الإمام محمد شلتوت
بسبب فتواه إلى إجازة التعامل مع البنوك، ومع الإمام السوري الكبير مصطفى الزرقاء بسبب فتواه اللي أباح فيها التأمين على الحياة. وأيد الشيخ أبو زهرة في فتواه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وأصدر فتواه التاريخية اللي بتقول إن الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا. أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال. ومن هنا ظهرت الدعوات لتحريم التعامل مع البنوك العادية كونها بتتعامل بالربا، وعليت أصوات الخطباء على المنابر في كل جامع ومسجد وزاوية تعرف الناس اللي بتتعامل مع البنوك وتبشرهم بالخراب والخسارة في الدنيا وبجهنم في الآخرة. وبالتالي كان ظهور المصارف الإسلامية بديهي يعني، وكل ده أدى لظهور كتير من شركات توظيف الأموال والبنوك الإسلامية، من أشهرها الشريف والريان والسعدي والهدى، ووقع ضحية ليهم قطاع الأثرياء الجدد الحرفيين والمهنيين والصنايعية، اللي كان أهم صفة فيهم هو الجهل. وامتد خطر الشركات دي علشان يوصل للطبقة المتوسطة اللي قاموا على استثمار أموالهم ومدخراتهم بهدف تحقيق الربح السهل والمضمون منها. وقامت الشركات ومنها شركة الريان اللي اتخبت خلف الدين والأرباح الإسلامية على إعطائهم وعود خيالية وبتحقيق ربح يوصل ل20% مقابل عائد شهري تجاوز أحياناً 3% شهرياً، أرقام معجزة يعني. وكانت إعلانات الريان مدعومة من الحكومة، ودفعت كل نجوم الدعوة والآئمة للمشاركة في الإعلانات دي. عندك مثلاً اشتراك واحد في قيمة وقامة مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي في الدعاية وتوجيه الناس لاستثمار مدخراتهم مع شركة الريان، وفي كتير غيره، رجال دين، فنانين، سياسيين، كتاب وصحفيين. وبقى أحمد الريان وإخواته نجوم صفوة المجتمع، وأشاعت عنه الصحف الرسمية أخبار كتير، وتم تنجيمه بالأمر المباشر، لحد ما قيل عنه إن هو الابن المدلل للسلطة، خصوصاً بعد استشهاد الرئيس أنور السادات في حادث المنصة الشهير في 6 أكتوبر سنة 81. المهم إن مع تولي الرئيس محمد حسني مبارك مناصب الحكم، أشيع إن النظام مبارك معتمد عليه، وهو مصدر مالي مهم بتلجأ له الحكومة لسد عجز ميزانيتها. أنت متخيل؟ لكن إيه اللي حصل وخلاه وقع وخسر كل حاجة واتدمرت الإمبراطورية الاقتصادية دي؟ اللي لازم حضرتك تعرفه إن مفيش مصدر موثوق واحد يقدر يحكي عن اللي حصل بالظبط، لكن اتنقلت الشائعات بعد كده بإن الدولة اتحركت ضد الريان لسبب وحيد، وهو ترديد آل الريان إنهم قدروا يكونوا دولة داخل الدولة، وخصوصاً بعد حكاية $1,000,000,000 الشهيرة اللي اقترضتها الحكومة منهم، ودي حدوتة محل جدل لحد النهاردة. أو حكاية القرض اللي طلبته الدولة من صندوق النقد وتردد اسم أحمد الريان كضامن. أصل مصر ساعتها كانت عاوزة قرض من صندوق النقد الدولي علشان تشتري بقيمته أتوبيسات نقل عام، واتقال وقتها إن صندوق النقد طلب إن شركة الريان تضمن مصر للحصول على القرض ده. انت فاهم يعني إيه شركة يطلبوا منها إنها تضمن دولة؟ مستوعب قد إيه شركة الريان كانت قوية ورأس مالهم عدى مرحلة الضخامة؟ كمان أكدت مصادر في الوقت ده إن آل الريان بيقوموا بنشاطهم التجاري في مجالات مجهولة، وبسرعة ظهرت عليهم علامات التدين، خاصة بعد ما التحى الأب والشقيق الأكبر أحمد الريان ولبسوا الزي الأفغاني ودخلوا عهد جديد من التدين والمحافظة على الصلاة. وهنا بدأ يظهر إن الريان بنى شركاته على عبارة كارل ماركس الشهيرة: الدين أفيون الشعب. التدين الظاهري ده ما منعهمش من احتراف تجارة العملة بجميع أنواعها، وصولا إلى توظيف الأموال الإسلامية واللي جانوا منها ملايين الجنيهات. واتهمت الحكومة آل الريان بأنهم نهبوا أموالهم وغمروا بيها في البورصات العالمية، وحولوا مبالغ ضخمة منها لأمريكا والبنوك الأجنبية، وبلغ اللي تم تحويله طبقا للأرقام المعلنة رسميا اللي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي وقتها 3,280,000,000 جنيه. وأشارت المعلومات إن في مسؤولين ورجال دين وإعلاميين متورطين مع آل الريان، وساهموا في تهريب الفلوس مقابل حصولهم على كشوف البركة
أو صكوك البركة المعروفة وقتها، وده معناه رشوة تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال في المؤسسات الحكومية. وبقت في حالة من الترصد بشركات الريان كلها، ومن هنا دب الخلاف بين الحكومة وأحمد الريان، خصوصا بقى بعد الواقعة اللي اتعرفت إعلاميا باسم فضيحة صفقة الذرة الصفراء اللي كانت تمت بين شركات الريان وبنك التنمية والائتمان الزراعي لموسم 86-87، وهي الصفقة اللي أدت لوجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد بسبب توجه الدولة لشراء المحاصيل من الخارج بالاقتراض بالعملة الصعبة لعدم وجود سيولة كافية لتوفير حاجة السوق المصري من السلع. الفضيحة دي فتحت كل العيون على كيان رأس مالي مرعب في البلد، كيان اسمه الريان، اللي أصبح المتعهد الرسمي للحكومة. يعني بدل ما الحكومة تشتري الحاجة من بره بالعملة الصعبة، بقت تشتريها من الريان اللي بيحصل عليها عن طريق سبل كتير غير معروفة ومشكوك في قانونيتها، ده غير التجار المستمر في العملة. وامتدت عمليات استغلالهم للمواطنين وتخطيطهم وصولا للمال العام اللي تمثل في بنك التنمية الزراعية. وبقى الريان مادة دسمة لعناوين الصحف، واتسابقت المنشتات اللي بتدقق وبتفحص في كل اللي بيشتغل فيها الريان. وكان واضح قوي ان الدولة شالت ايديها عنه بعد ما كان كل حاجة عليها القيمة في البلد دي من تصنيعه، وبقى ملطشة لكل صاحب قلم وقادر يكتب بيه في اي جورنال، واصبح اسمه بس على صدر الجرايد كفيل برفع نسب المبيعات للسماء. ودارت حلقات النميمة الصحفية حوالين آل الريان، وتفاقمت أزمة الريان بعد كده، وبدأت نوبة ما وصف بصحوة الحكومة المصرية حسب وصف جورنال اليوم السابع. وبدأت مطاردة الريان عن طريق فتح ملفه الأسود وتقديمه للمحاكمة بتهمة وحيدة، وهي تلقي أموال مخالفة لقانون توفيق أوضاع شركات توظيف الأموال رقم 246 لسنة 88 اللي طبقته حكومة عاطف صدقي بالرغم من عدم تطبيق القانون قبلها. وأعطت الحكومة لشركات التوظيف مهلة لتوفيق أوضاعها ورد أموال المودعين، لكن ده ما عملوش الريان، لأن الحكومة اكتشفت إن شركته صرفت الفلوس وبددتها. وقيل إن آل الريان اللي امتلكوا أكتر من 20 عربية مرسيدس اللي كانوا بيسموها التمساحة وقتها، ودخلت بفلوس المودعين في مضاربات خطيرة. وعليه خسر الريان في مضاربات الفضة في بورصة لندن أكتر من 200 مليون دولار. ولكن قام الريان بالاتصال بشركة الركح في السعودية علشان تحول له مبلغ 200 مليون دولار، وبدأت بشاير الانهيار. وعقد أحمد الريان اجتماع بيطلب فيه من المودعين سحب أموالهم أو إبقائها، وكتب أغلبهم إقرارات على أنفسهم برغبتهم في إبقاء الفلوس معاه. مفيش ثقة بعد كده، واستمرت روح أحمد الريان الاقتصادية بتحاول تحارب التيار المعاكس لغاية سنة 89 لما أولت الحكومة اهتمام خاص بالملف بتاعه في مطلع سبتمبر من نفس السنة، وتم اعتقال أحمد الريان والتحقيق معاه، وتم اكتشاف إن آل الريان عملت على وضع الأموال في البورصات العالمية وتحويل جزء كبير منها للبنوك الأجنبية. ومن واقع التحقيقات بلغت قيمة ما تم تحويله حوالي 3 مليار و280 مليون جنيه، وده اللي أعلنه المدعي العام الاشتراكي، وبنص الاعترافات دي في المحاضر في إن فلوس المودعين اتحولت لسراب حرفيا. يعني كانت خبطة الموسم، وتحولت جلسات محاكمته لمهرجان إعلامي. ألوف من الصحفيين تم حشدهم في الشوارع، ووقفت عدسات التصوير في حشد مهول علشان يلقطوا له صورة وهو بالبدلة البيضة، ووقف خلف القضبان في قضية كانت هي حديث الرأي العام. واتسابقت جماهير الشعب اللي ضاع شقاه لمتابعة المحاكمة على أمل تعويضهم ورد فلوسهم وتحويشة العمر ليهم. وكانت الكارثة لما أعلن رسميا إن الحكومة اكتشفت إن أحمد الريان حول مبلغ 550 مليون دولار لبنك سويسرا، وخيرته الحكومة بين أمرين، إما السجن أو إعادة الأموال، إلا إنه بدأ يلاعب السلطات عن طريق تقديم تفويض ليهم غير متكامل لتحويل الأرصدة لمصر. وسافرت وفود كتير من الحكومة، وحاول المسؤولين عن أمواله ورشوتهم أكتر من مرة في محاولات من الريان لكسب جزء من الوقت علشان يتمكن من الهروب برا مصر، إلا إن أحلامه في الهروب اتبخرت، وطلب من الحكومة حبسه بحجة إنه لا يمتلك أموال. وفعلا صدر الحكم ضده بالحبس، وكان محامي مجموعة الريان وقتها هو المستشار مرتضى منصور،
وتم سجن أحمد الريان لمدة 23 سنة لحد ما قامت الحكومة في سنة 2006 بإرجاع ما قيمته 368 مليون جنيه ل 47 ألف أسرة. لكن الشاهد إن التدخل الحكومي ما كانش بهدف حماية مصالح المودعين بس، بدليل إن الأزمة ما اتحلتش واستمرت لعقود خلال عهد حكومات عاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد، ولحد نهاية عهد مبارك في حكومة أحمد نظيف. كانت مشكلة المودعين بدون حل، وما قدرش أغلبهم يحصل إلا على 50% بس من مستحقاتهم وبدون فوايد. متخيل؟ لحد ما ودع الريان حياة الزنازين وخرج من محبسه بعد 23 سنة قضاها خلف قضبان الحديد. بعد الإفراج عنه 7 أيام شهر رمضان يوم 10 أغسطس سنة 2010 بعد قضاء عقوبة الحبس في قضية شيك بدون رصيد، بالإضافة إلى تصالح المدعي عليه معاه بعد سداد القيمة وسداده مبلغ 200 ألف جنيه من مبلغ المديونية الأصلي عليه المقدر ب 900 ألف جنيه، وموافقة النائب العام على سداد باقي المبلغ على 3 شهور. وملحقش يتمتع أحمد الريان بحياة الحرية كتير، فبعد ما خرج من السجن ب3 سنين بس مات يوم 6 يونيو سنة 2013. وهكذا انطوت صفحته بكل الجدل اللي فيها. مات ومعاه أسرار مفيش حد يعرفها غيره. ويقال إن شركة الريان ما تعمدتش النصب، وأجبروا نظام مبارك على إعلان إفلاسه لأنه رأى شركته مصدر تهديد للنظام المصرفي. وبعد ما قضى عقوبة السجن بتاعته المقدرة ب15 سنة، اتهم وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بالابتزاز، وادعى أن الريان قدم رشوة لدفع 10 مليون جنيه مقابل أنه يطلق سراحه من السجن، وتم استمرار اعتقاله لمدة 7 سنين بعد مدة سجنه. وحصلت مساومات كتيرة خلال الفترة دي مش لازم نخوض فيها، لأنها بأشكال معلنة وغير معلنة لا تخطر على البال، والمعلومات المتاحة تكاد تكون معدومة أصلا. ولحد الآن يعتبر أحمد الريان هو اللغز الغامض اللي بيحيط بكل عهد مبارك وبمصادر السيولة المالية في خلال مدة حكمه، وهو علامة بارزة في تاريخ الاقتصاد المصري المليء بالشوشرة والمغالطات. وده بيفتح المجال لكتير من الإشاعات اللي تحتمل الصح والغلط. بكده خلصت حلقتنا اللي هستنى رأيكم فيها، ونتقابل احنا الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي لكم منا التحية والسلام.